مساء الفل. انا الحقيقه ما استغربتش لما جالي الكومنت ده وبيسالوا عن ادم الشافعي، واللي ما يعرفش ادم الشافعي هو رسام غامض شويه، بس انا قررت اطلع احكي قصته ليكو. القاهره، مدينه الالف مأذنه، كل شارع فيها حكايه وكل حيطه ليها تاريخ، بس وسط زحمه الدنيا دي في اماكن لسه واقفه وكانها بتحكي قصه لوحدها، قصه مرعبه وغريبه ومحدش عارف خباياها. وواحده من الاماكن دي هي قصر الزهور السوداء، قصر كبير واسطوري وعمره اكتر من 100 سنه وهو ساكن مكانه، بس مش اي سكون، سكون مخبي وراه سنين كتير قوي من الغموض واسرار كتير محدش قدر يوصلها لحد ما جه هو ادم الشافعي. ادم رسام غامض شويه ومنعزل، وسمع عن حكايه القصر، وسمع عن الطاقة اللي فيه وعن الأرواح اللي ساكنة في جدرانه، وللأسف قرر إن القصر ده يبقى إلهامه الأخير لمشروعه الفني، وبقى بيقضي أيام وليالي جوه، ما بيخرجش بره القصر غير للضرورة القصوى. والناس كانت بتشوفه مجرد إنسان هادي، لكن جوه كان في حاجة بتتغير، ولوحاته بدأت تاخد شكل تاني خالص، ألوان باهتة ووجوه مشوهة كأنها بتعكس كوابيسه، أو يمكن كوابيس القصر نفسه. آدم كان بيقول إن الأصوات اللي بتتكلم هي أرواح القصر اللي بتهمس ليه. للأسف محدش كان فاهمه لحد ما جه اليوم اللي الأصوات دي سكتت فيه وآدم اختفى. مين اللي اكتشف إن آدم اختفى؟ أقرب واحدة ليه، فنانة زيه واسمها ليلى. لما آدم ما بقاش يرد على تليفوناته ولا يظهر، ليلى قلقت، راحت على القصر وفضلت تنادي وتدور عليه، بس آدم مفيش أثر ليه. وآدم الشافعي اللي اختار إنه يسكن القصر المهجور اختفى، وكأنه روحه سكنت الجدران بتاعة القصر دي. وطبعا البلاغ وصل للشرطة، والظابط اللي كان مسؤول عن القضية دي هو الظابط فارس، ظابط محترف وكان عنده قدرة غريبة إنه يربط أقل وأدق التفاصيل ببعض. ولما وصل القصر كان عنده إحساس غريب، المكان ما كانش فيه أي دليل على أي حاجة حصلت، ولا كان فيه كسر ولا كان فيه خناقة، كل حاجة متسابة بالظبط زي ما كان آدم الشافعي سايبها. كل اللي كان موجود عبارة عن إن فرشة الرسم مرمية على الأرض، والفنجان القهوة ناشف، وأنابيب الألوان مفتوحة، والحاجة الوحيدة اللي كانت بتصرخ في المكان كله اللوحة الأخيرة اللي كان آدم بيرسمها. اللوحة دي كانت هي المفتاح للظابط، والعيون اللي فيها ما كانتش عيون بشر، اللوحة كانت بتعبر عن حاجة آدم شافها أو حسها، اللوحة كانت بتحاول تتكلم. وأول خيط للظابط فارس كان هو عم حسين، الراجل العجوز حارس القصر، راجل عاش عمره كله هنا، هو الوحيد اللي شاف اللي كان بيحصل في القصر. ولما سأله قال له آدم كان متغير يا باشا، عيونه كانت بتلمع لمعة غريبة، وكان بيقول إن القصر بيحكي حكايته ليه كل يوم. وعم حسين كان بيقعد يقول له يا ابني استعيذ بالله، القصر ده مسكون. وآدم ما كانش بيسمع الكلام وكان بيفضل يكمل رسوماته. وطبعا عم حسين بالنسبة للظابط كان كنز، هو الشاهد الوحيد على تاريخ القصر، وهو اللي بدأ يحكي للظابط على حكايات قديمة، حكايات عن عيلة الرفاعي اللي بنت القصر ده، وعن سر قديم، سر اختفاء نور الرفاعي. قبل آدم بعشرات السنين نفس السيناريو اتكرر، نور الرفاعي بنت العيلة اللي بنت القصر هي كمان اختفت، وكأن الأرض انشقت وبلعتها، مفيش أثر، مفيش أي حاجة تدل على وجودها أصلا. فطبعا بما إن مفيش دليل أصبحت أسطورة، والناس بقت بتقول لعنة القصر. وأثناء ما الظابط كان بيدور في المكان لقى مذكرات قديمة في مكتب آدم وبتحكي تاريخ القصر، وكانت بتحكي عن عيلة الرفاعي بشكل خاص. واللي اكتشفوا إن آدم كان بيحاول يدور على إجابات لاختفاء نور، وكان بيحاول يفك اللغز. آدم كان مؤمن إن اختفاء نور ما كانش مجرد أسطورة، كان شايف إن في حاجة حقيقية حصلت وكان ممكن يكشفها. كان بيقول إن القصر ده مش مجرد جدران، ده كيان حي بيخبي أسرار. والظابط فارس بدأ يربط الخيوط ببعض ما بين اختفاء آدم وما بين قصة اختفاء نور، وإن أكيد ليهم علاقة ببعض. وطبعا الظابط فارس بقدرته المعتادة على الملاحظة رجع تاني للوحة آدم اللي كان راسمها. ولما قعد يدقق في اللوحة كويس وقعد يبص في عيونها، اكتشف في عيون اللوحة رمز، رمز كأنه بيدل على حاجة أو على وجود حاجة أو على مكان. ولما الظابط فارس ربط الرمز ده بخريطة قديمة كانت موجودة في المكان، اكتشف حاجة ما كانش متخيلها، والرمز ده وداهم لسراديب القصر، السراديب اللي ما كانش حد يعرف عنها حاجة غير عم حسين. الرعب اللي في عيون آدم اللي بانت في اللوحة الأخيرة كان سببها هو السرداب ده، اللحظة اللي اكتشف فيها آدم الحقيقة اللي القصر ده خباها لسنين، إن نور الرفاعي ما كانتش مختفية، نور الرفاعي اتقتلت واتدفنت في القصر ده وفي السرداب ده، واللي قتلها واحد من العيلة، واحد من عيلة الرفاعي. وآدم الشافعي في الحقيقة اكتشف إن القصر مش مسكون بالأرواح، القصر مسكون بالدم البارد، وإن هو اللي اكتشف الجثة
والدليل القاطع اللي حصل لنور واللي اكتشفه آدم إن اللي كان بيستر على القصة دي لسنين طويلة. وطبعا عم حسين هو اللي كان قاتل نور، وهو اللي قتل آدم، وهو اللي طلع إن القصر مسكون عشان محدش يكتشف جريمته البشعة. وتفتكروا بقى في قصور تانية بتخبي أسرار زي دي؟ طب تفتكروا مين اللي أخطر، الأشباح ولا البشر؟ متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل قصة جديدة. ولو عجبتكم القصة دي